الحقيقة ان التزام المريض بكورس الفيتامينات بعد عمليات السمنة بتضمن ليه فقدان وزن بصحة جيدة. وده حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، احنا بنضغط على المرضى بنأكد عليهم تعليماتنا بعد العملية، لو سمحتوا يا جماعة نلتزم بكورس الفيتامينات عشان صحتنا تبقى كويسة. لو مش عايز تحس بإرهاق، لو مش عايز تحس بتعب، لو مش عايز تحس ان بشرتك مرهقة شوية، شكلك مرهق، ممكن حد يضايقك او يقولك انت شكلك تعبان ليه، عشان دوت يكون موجود مهم التزم بالفيتامينات بعد العملية. الفيتامينات بعد جراحات السمنة بتختلف من عملية لأخرى، بتختلف من سن لسن تاني. يعني بكل بساطة عملية تكميم المعدة بنحتاج فيتامينات سنة، ممكن سنتين لو احنا سننا كبير شوية. عملية الساسي بنحتاج فيتامينات وقت أطول شوية، ممكن من سنتين لأربع سنين لو احنا سننا أكبر شوية. تحويل المسار لأن احنا عملية بتكون يعني أقوى شوية من عملية الساسي والتكميم، عملية مناسبة لمرضى السكر، مرضى اللي عندهم مشاكل هرمونية، بنعالج أو بنقلل امتصاص الأكل، فبنحتاج فيتامينات مدى الحياة. والحقيقة إن كورس الفيتامينات دوت عشان صحتك تبقى جيدة لازم نلتزم بيها.